السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الرايب المنزلي اللي كيجي عقد هكا في الكويسات. كيجي رائع بزاف وساهل، والمقادير ديالو بساطين بزاف، تقدروا تحضروه عندكم في الدار بكل سهولة. كتعرفوا دابا رمضان ان شاء الله قريب وغادي نحتاجوا للرايب. غادي نوجدوه هكايا في الدار الكميه اللي بغينا. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا اطرو ديال الحليب، انا نعطيكم هذا المقدار هذا، وانتم الا بغيتو تدوبلو كدوبلو. اطرو ديال الحليب، وغنحتاج هذا دانون ديال الفاني، هذا اللي تيكون عاقد بحال هكا ماشي لاخر فيلوتي. وغنحتاج السكر تقريبا من 4 حتى 6 المعالق على حسب الذوق، وشويه ديال الفاني. اول حاجه غادي نجيب 4 اطرو ديال الحليب، نص ديال العلبه، وغادي نحركو ونخلطو مع دانون اولا اليوغورت مذاق ديال الفاني. وغادي نضيف شويه ديال الفاني طبيعه الحال باش غادي ينسم ليا الرايب ديالي. انا كنستعمل هذا البودر هذا حسن ليا من لي ساشي، كيجيني المذاق ديالو مجهد. صافي، هذا دانون اللي استعملته هو هذا. ما ديروش الفولوتي حتى داك ما كيعقدش. دانون بحال هذا هو اللي كيعقدو، تيخليه يجي بحال القوام ديالو. صافي، الا بغيتو تدوبلو المقادير غتدوبلو كاع المقادير اللي عطيتكم هنايا. والسكر تيبقى على حسب الذوق، انا درت هنا 4 المعالق، ممكن لكم ديروا اكثر ولكن ما جانيش حلو بزاف، تيبقى الحلاوه على حسب الذوق ديال كل واحد. هنا من بعد ما خلطنا داك الخليط 4 اطرو مع دانون، كيبقى لينا اطرو لاروب ديال الحليب. غادي نديرو فوق من البوطه حتى كيغلى بحال هكا سخون، وغادي نبدا كنضيفو بشويه بشويه، وغادي نصفيه غير على وديت هذيك الفراره اللي كتكون فيه. صافي، وغادي نحركوه مزيان. هذاك دانون هو اللي كيروب لينا الحليب ديالنا. صافي، هنا ضفت الكميه كامله وغادي نحركها مزيان. ساهل هاد الرايب بزاف، توجدوه في الدار. هنا كنحركوه مزيان مزيان باش يتجانسوا لنا كاع المكونات. غادي نجيب هنا كويسات اللي غادي ندير فيهم الرايب. عندي انا هادو ديال اليوغورت، وكنبقى كنعمرهم. هو الخليط باقي سخون، ما كنتسناش عليه حتى كيبرد، ومن الاحسن يكون دافي شويه. مباشره من بعد ما كنخلطوه كنبقاو كنعمروا الكويسات ديالنا كاملين حتى كنكملوا الكميه اللي كتعطينا. تقريبا عطاتني 9 ديال الكيسان. غادي نديرو في واحد الطاسه، ما غنديرش كوكوط، غندير هاد الطاسه ديال البلاستيك. صافي، وغادي نستفهم فيها اللي غتهز ليا الكميه كلها اللي عندي. صافي، من بعد ما عمرتهم كلهم هنايا في الطاسه بحال هكا، غادي نجيب الماء يكون غليان كيف كتشوفوا. غادي نعمرو تقريبا حتى النص اولا ثلثين ديال الكيسان. ضروري نعمرو بالماء يكون سخون، حيت داك الماء السخون هو اللي غادي يعاوننا على الرايب ديالنا باش كيروب. وغادي نغطيوه مباشره، وغادي نجيبو هكايا ملايه صغيره اولا كاشه اللي عندكم تكون سخونه وكتشد السخونيه، وغادي نغطيوه كامل بحال هكا. وغادي نخشيه تقريبا في الفران. انا عندي شي فران شويه كبير وخشيته فيه، كيبقى شاد السخونيه. من بعد ما دازت 8 ديال الساعات، انا يلا نحلو معكم نشوفوا كيفاش غيجي. وبقى لقيت الطاسه مازال سخونه. نتوما كيف كتشوفوا صدق مزيان والطريقه ناجحه، وكيجي قاصح. انا راه مازال ما بردش. صافي، غنحيدو هنا داك الماء وغادي ندخلو الثلاجه ثاني برد. غنخليه ليله كامله حتى كيعقد بحال هكا. كتجي رائع بزاف، كيجي منعش. نتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجيكم سهله وتجربوها. غنوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي عاقد بحال هكا. تيجي تقريبا بحال دانون اللي درناه فيه باش عقدو. الا بغيتو ندير لكم حتى الرايب اللي تيكون جاري ممكن. تلاقاو في فيديو اخر جديد. بسلامه.